دابا الدولة وجدت من أجل المواطن. الدولة شنو هو الوظيفة ديالها؟ هي أن تشبع الرغبات ديال الأفراد اللي كينتسبوا ليها، الرغبات ديالهم على صعيد كل شيء، المأكل أو المسكن، التطبيب، خاصها تحميهم من العدوان، تحميهم من الهجومات، تحميهم من الحروب. والحماية أنا بغيت نوقف على العبارة تحمينا. دابا بن كيران يتحدث عن الحماية من الأجنبي، ولكن يا سي بن كيران شتي الحماية ديال الدولة من الأجنبي هي غير وجه من أوجه الحماية اللي توجد من أجل الدولة. عرفتي أهم حماية هي الحماية الداخلية. الدولة خصها تحمي مواطنيها وتكون عندها مؤسسات وتحمي المواطنين ديالها، تحميهم من المرض، توفر لهم مستشفيات، تحميهم من العطش، توجد لهم الماء، تحميهم من الجريمة، توجد لهم سلطات قضائية وتوجد لهم التشريع في المستوى، تحميهم. دابا السؤال الجوهري، هل بصح كاين حماية اليوم في المغرب في المستوى المطلوب؟ واش الحماية منعدمة في المغرب؟ لا، ما يمكنش، كاين حماية، ولكن مني واش ما كاينش واحد النوع من نسميوه الخذلان او نسميوه التقصير، انجاز هذا التعبير بالحماية.